في قناتي عالم منار. لو أول مرة بتتابعوني وحابين يوصلكم كل وصفاتي دوسوا سبسكرايب وفعلوا جرس النوتيفيكيشن علشان يوصلكم كل جديد. النهاردة هنعمل مع بعض أحلى وأسرع وصفة كب كيك، هنعمله بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وهقولك على الأسرار اللي تطلعوا معاكي هش وناجح وتطلعوا من جوه سبونجي وجميل. يلا بينا نبتدي الفيديو ونشوف عملناه ازاي. اول حاجه معانا في المقادير 2 كوبايه دقيق منخولين كويس وعليهم رشه ملح. هنحتاج كمان معلقه من الفانيليا، معلقه من الخل مهمه جدا هتدينا هشاشه للكيك وتخلي لونه ابيض، معلقه من البيكنج باودر و2 بيضه، كوبايه لبن، كوبايه سكر، ونص كوبايه زيت. اول حاجه هنعملها في الخلاط هنضيف المواد السائله. هنضيف هنا ال2 بيضه بالشكل ده كده، وبعد كده بعد ما ضفنا ال2 بيضه هننزل بالفانيليا. طبعا مهمة جدا الفانيليا معانا ما ننساهاش، وكمان هنضيف معاها معلقة الخل الصغيرة دي. قد ما هي معلقة خل صغيرة جدا لكن ان هي يعني مفعولها جبار، بتخلي الكيك هش جدا، بتخلي لونه فاتح ولونه ابيض. هضيف هنا كمان السكر، ومهم جدا كمان السكر يكون سكر ابيض بلاش السكر الغامق لانه هيفرق معانا جدا في طعم الكيك ولون الكيك. ونضيف كمان هنا كوباية اللبن. انا حبيت اقول لكم التريكات دي لان مهمه جدا معانا، بتفرق معانا جدا في جوده الكيك او الكب كيك. هنا كمان هنضيف نص كوبايه الزيت بالشكل ده كده. يبقى كده احنا ضفنا كل المكونات السائله في الخلاط. بعد ما ضفنا المكونات السائله نشغل الخلاط بقى، وطبعا نضربه كويس جدا. عايزين نضرب المكونات السائله كويس جدا معانا لحد ما الخليط نلاحظ ان لونه ابتدى يفتح او لونه بدأ يوصل معانا للون الابيض. كل ما ضربته كويس جدا في الخلاط كل ما كانت النتيجه احسن. وهنا زي ما حضراتكم شايفين اهو انا لسه مستمره طبعا في ضرب المكونات السائله. طبعا كل ما هتلاحظوا ان انا كل ما بزود فتره الضرب كل ما الخليط بيكون لونه ابيض. كل ما كان لون الخليط فاتح النتيجة معاكي بتكون أفضل وجودة الكيك بتكون أحسن. كمان لأي بنوتة بتبتدي جديد في عمايل الكيك لازم نطلع كل مكونات الكيك بره التلاجة. لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة. اللبن والبيض لازم يكونوا بدرجة حرارة الغرفة فنطلعهم من التلاجة قبلها بفترة كفاية. كمان لازم نستعمل زيت جودته كويسة نوعيته كويسة علشان ما يعملش معانا طعم أو ريحة مش مستحبة في الكيك. كمان لازم يكون السكر أبيض، بيفرق كتير جدا معانا عن السكر اللي بيبقى غامق أو بيبقى خاشن. في نوعية الكيك وفي ملمس الكيك وفي القوام عموما بيفرق تماما. وكده حبيت اوريكم اهو لون خليط الكيك زي ما حضراتكم شايفين لونه فاتح جدا عشان احنا ضربناه كويس جدا وعشان برضو ضفنا له معلقة الخل. دلوقتي بقى نيجي لخليط المواد الجافة، ننزل عليه بمعلقة من البيكنج باودر. بفكركم تاني دول كوبايتين من الدقيق منخولين كويس عليهم رشة ملح. طبعا لازم رشة الملح دي ما ننساهاش اساسي. نزلنا عليها دلوقتي بمعلقة البيكنج باودر. نقلب بقى كده كل المواد الجافة مع بعضها بالشكل ده كده زي ما حضراتكم شايفين. دلوقتي بقى هجيب خليط المواد السائلة وهنزل بيه على المواد الجافة. شايفين ما شاء الله بقى الخليط لونه ابيض ازاي وفاتح. طبعا انا في الخطوة دي عموما اول ما ببتدي عمايل الكيك لازم يكون الفرن شغال على درجة حرارة 180. بيفرق جدا يا جماعة لما بنشغل الفرن قبل ما نبتدي في عمايل الكيك عشان الكيك يدخل على فرن سخن. وطبعا انا هنا بقلب بقى كده كويس الدقيق لحد ما يختفي معايا. طبعا حاولوا تقلبوا كويس جدا لحد ما الدقيق يختفي معاكم لان الخطوة دي بتفرق. اي دقيق مش هيتقلب هيظهر معايا في الكيك وهيبان وطبعا ما بيستويش فبيبوظ الكيك خالص معانا. فناخد بالنا كويس جدا من الخطوة دي ان احنا نقلب كويس لحد ما الدقيق يختفي خالص، ما يبقاش ظاهر معانا اي دقيق او واضح معانا اي دقيق في الخليط. من ضمن برضو الحاجات اللي احب اقولها لاي بنوته بتبتدي في عمايل الكيك، لما تيجي تقلبي خليط الكيك قلبيه في بوله واسعه زي البوله دي كده، بلاش تقلبيه في بوله ضيقه عشان تشتغلي كده براحتك وما تحسيش ان الدنيا ايه من حواليكي الدقيق بيتنطور بقى في كل حته ومش هيبقى المنظر الطف حاجه خالص. فحاولي ان انتي برضو تختاري الادوات المريحه ليكي، تقلبي في حاجه واسعه علشان تشتغلي برضو بأريحيه في المطبخ. كده انا بحاول لسه اهو اقلب معاكم. طبعا لسه واضح ليا الدقيق وظاهر جدا، وزي ما قلت لكم دي من التريكات اللي يا اما بتنجح الكيك يا اما بتفشله للاسف. فنخلي بالنا جدا ان احنا نقلب كويس.
كده خلاص دي اختفى معانا تماما. شايفين ما شاء الله بقى الخليط لونه ابيض وفاتح وجميل، وخلاص جاهز كده مش ناقصه اي حاجه. دلوقتي بقى جهزت قالب الكب كيك، وطبعا جبت هنا الورق بتاع اللي هو الكب كيك ده. حاولوا تستعملوا ورقتين على بعض عشان هو بيبقى الورق خفيف شويه، فكل ما استعملتوا 2 على بعض كل ما كانت كده الكب كيك ماسكه نفسها عشان ما تملش في الفرن وما تتحرقش. طبعا هتلاقوه موجود في اي محل المستلزمات الحلويات او في السوبر ماركت برضو بيبقى موجود، يعني هتلاقوه في كل مكان، مش هتغلبوا يعني على ما تلاقوه. هو برضو جميل جدا بصراحه، وزي ما قلت لكم حاولوا تحطوا ورقتين على بعض بيبقى احسن. وهنا برضو انا حطيت بقى خليط الكيك هنا في حاجه كده شبه السوسيره علشان تبقى سهل عليا برضو. زي ما قلت لكم تنسيقنا للادوات واستعمالنا للادوات بيوفر علينا جدا جدا المجهود وبيخلينا نشتغل باريحيه. حاولوا ان انتوا تستعملوا السوسيره دي معاكم عشان لما تيجوا تحطوها في القوالب بتاعه الكب كيك تبقى سهله كده عليكم. ما تطلعش كمان الصوص الكيك بره او خليط الكيك بره، يعني عشان ما يتحرقش منكم برضو. يعني احنا بنجرب، يعني هتلاقوا مثلا في بنات بتستعمل بالمعلقه، ممكن تحط بالمعلقه، بس برضو بصراحه انا جربت المعلقه بصراحه لازم برضو توقع بره. فالموضوع بتاع السوسيره دي زي ما قلت لكم بصراحه بسط عليا جدا ان انا اصب خليط الكيك يعني في الكب كيك، فجربوه بجد بيفرق جدا معاكم. وعايزه اقول لكم ان وصفه الكب كيك دي بجد من احلى الوصفات اللي ممكن تعمليها لاولادك، خصوصا في وقت المدارس بقى. الاولاد بيحبوا جدا الحاجات اللي بتبقى الكيكات اللي بتبقى بالشوكولاته، او حتى الكيكات اللي بتبقى بيجيبوها من الفرن دي. بدل ما تجيبيها لهم بقى من الفرن وما تبقيش عارفه معموله ازاي يا ترى، وما تبقيش برضو متاكده قوي من نظافتها، فحاولي تعمليها لهم في البيت. تديها لهم بقى كده معاهم في اللانش بوكس، بتبقى بسيطه كده وسامبل قوي معاهم يعني، وفي نفس الوقت بتبقى حاجه برضو عمايل ايديكي، حاجه انت ضامنه نظافتها. يعني انتوا عارفين الحاجات اللي بتبقى بنجيبها من بره دي بتبقى كلها مواد حافظه بصراحه، بتبقى كلها سكر بس ما فيهاش اي فايده للاطفال، وبتوقع بس المناعه معاهم. واساسا احنا داخلين على سيزون لازم المناعه تبقى يعني فوق قوي علشان الامراض وادوار البرد وكده. فاعملي لهم حاجه بقى كده بيتي عمايل ايديكي تبقى مفيده وفي نفس الوقت ما فيهاش اي مواد حافظه مضره ليهم. احلى حاجه في وصفه الكب كيك انك ممكن تلعبي فيها وتحطي فيها حشوات مختلفه على ذوقك. ممكن تحطي فيها بشر برتقان، بشر ليمون، ممكن تعمليها بالتمر هيبقى مفيد جدا للاطفال. ممكن كمان تحطي فيها فروتس مسكره او زبيب، يعني نوعي بقى فيها. وممكن تحطي لهم كمان لو بيحبوا الشوكولاته ممكن نيوتيلا، يعني في حاجات كتيره جدا ممكن تعمليها. وكده خلاص الكب كيك جاهز يدخل معانا الفرن على درجه حراره 180. وده بقى شكل الكب كيك بعد ما طلع من الفرن. شايفين ما شاء الله بقى شكله جميل ازاي. هنا كمان كان فايض معايا من الخليط شويه صغيرين، حطيتهم في القالب اللي هو قالب البريوش ده برضو. يعني حبيت اوريكم برضو الكميه اللي بتطلع معايا قد ايه. شايفين بقى ما شاء الله جميل ازاي. شايفين الورقه جميله ومحتفظه بشكلها ولا اتحرقت ولا اي حاجه، بجد الورق ده ممتاز جدا ما استغناش عنه في الكب كيك. شايفين ما شاء الله بقى جميل جدا جدا. هو سخن مولع، انا مش عارفه امسكه اصلا، هستنى يبرد شويه بقى كده. وشلت اهو الورقه من عليه اهو عشان اوريكم بس السوا من تحت ومن فوق، والدنيا مظبطه معانا وما شاء الله جميل جدا. كمان هستناه يبرد شويه، هفتحه برضو عشان اوريكم شكله من جوه شكله عامل ازاي، بس هستناه يبرد بس شويه صغيرين. وهنا اهو فتحته اهو. شايفين ما شاء الله من جوه الكيك سبونجي جدا، سفنج يعني جميله ما شاء الله وهشه. بجد ما شاء الله احلى وصفه كب كيك ممكن تعملوها. لو جالكم ضيوف مفيش في اقل من 10 دقايق هتقوموا تعملوها وتكون جاهزه معاكم. اتمنى تكون وصفه جميله وبسيطه وتكون عجبتكم النهارده وصفه الكب كيك. ولو عجبتكم وصفتنا النهارده ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.